مين قال التشيز كيك بتبقى عادية؟ دي تشيز كيك أوريو بقوام كريمي وهتبقى إدمان. هقول لكم على طريقتها بالتفصيل، جربوها وقولي لي رأيكم إيه. أول حاجة معايا 400 جرام بسكوت أوريو، هضربهم مع بعض كويس جدا وهحط عليهم 50 جرام زبدة سايحة، أقلبهم مع بعض وهجيب بعد كده صينية قابلة للفتح، أحط فيها ورق الزبدة تحت عشان تبقى سهل عليا إني أخرج الكيكة بتاعتي، وهحط البسكوت واضغطه كويس بظهر معلقة عندي أو سباتولا أو أي حاجة متاحة، وهحطها في التلاجة شوية لحد ما احضر الكريمة بتاعتي. ومعايا نص لتر ويبنج كريم، هخفقها كويس جدا مع ظرف كريم شانتيه، هضربهم لحد ما اوصل للقوام المتماسك ده اللي انا عايزاه، اللي هو اول ما نعمل المنقار نوقف ضرب خلاص. وهحطها برده في التلاجة وهبدأ احضر التشيز بتاعتي. انا هنا استعملت جبنة فيلادلفيا، ممكن تستعملوا اي حاجة متاحة طبعا بس ما تكونش مالحة. وحطيت عليها هنا 6 معالق سكر بودر كبيرة، وخلطت معاهم شوية بسكوت انا كنت طحناه، حطيت عليهم الويبنج كريم وقلبتهم مع بعض. كده الحشوة بتاعتي جاهزة. هجيب بقى البسكوت بتاعي وابدأ انزل بيها على الصينية بتاعتي واسويها بقدر الامكان، وبرده هحط من فوق الوش بقى بعد ما سويتها شوية بسكوت، كان بقى عندي شوية وضربت عليهم واحدتين كمان، وهرش رشة خفيفة كده بايدي من فوق الوش لحد برده ايه، ونضغط عليها بشويش لان احنا حاطينها على الكريمة، انا لسه ما دخلتهاش التلاجة، فهنحطها بشويش كده نسوي بالراحة خالص من فوق الوش. وهنا بعد ما سويتها كويس انا كان متبقي عندي شويه كريم شانتيه صغننين شايلاهم على جنب، عملت بيهم كام ورديه ورشه بسكوت باودر عليهم برضو، بقت بالشكل الجميل ده. واهم حاجه تسيبوها في التلاجة اكتر وقت ممكن، اقل حاجه 6 ساعات، يعني من 6 ل 12 ساعه تحطوها في التلاجة، هتطلع معاكم قوامها متماسك وكريمي وخطير. جربوها وقولوا لي رايكم ايه، وبألف هنا وشفا.